السلام عليكم. اليوم إن شاء الله باش نقترح عليكم فيديو باش نفسر فيه آآ الأنواع المختلفة متاع les mécanismes de passage à niveau. الفيديو هذا يندرج إن شاء الله في سلسلة باش نعملها باش نفسر فيها معناها les passages à niveau كيفاش يخدموا، les mécanismes متاعهم، les différents types de mécanismes، كيفاش يخدم الميكانيزم، باش نحكيو على l'annonce والréarmement de l'annonce، وباش نحكيو إن شاء الله على les pédales وles différents types de passages à niveau. كيما نعرفوا les passages à niveau فيهم برشا أنواع، ثما les passages à niveau، ثما les TVP، ثما les dispositifs de traversée de zones dangereuses وغير ذلك. باهي، باش نبداو. باهي، عندنا 4 أنواع مختلفة نتاع les mécanismes de passage à niveau. عندنا النوع الأولاني اللي هو يتسمى les mécanismes à équilibre indifférent، اللي هذوما دي ميكانيزم كيفهم كيما أي ميكانيزم تلقاوه في باركينج، يعني معناها هذوما لي ميكانيزم يقربوا برشا الميكانيزم grand public، ما عندهم حتى شي خاصة يعني، كيما هذا الميكانيزم تنجم تلقاه في بياج، تنجم تلقاه في باركينج. معناها يقول القايل مالا علاش معناها نستعملوا في ماتيريال grand public، علاش نستعملوا فيه في دي باساج à niveau معناها. هذوما en fait نستعملوهم في دي باساج à niveau مش في أي باساج à niveau، en fait نستعملوهم في لي باساج à niveau في لي lignes يسميهم à trafic faible et lent، يعني les lignes اللي السرعة ما تفوتش 40 كيلومتر في الساعة، هذايا معناها lent. وfaible معناها التران يتعدى مرة في الفال، كيما نقولوا مرة في الشهر ولا مرة في الجمعتين التران يتعدى. du coup كي يبدا معناها التران يتعدى مرة في الفال وما يجريش، ما فيها باس كي نستعملوا معناها دي ميكانيزم معناها باش نقتصدوا بيان سور في الفلوس، ما فما حتى شي باش يجوستيفي إنه نستعملوا ميكانيزم نتاع باساج فوق حقاني، نستعملوا دي ميكانيزم à équilibre indifférent اللي هما دي ميكانيزم grand public. ولي باساج à niveau هاذوما يخدموا sans annonce، يخدموا بكوموند راديو. تو إن شاء الله في فيديو آخر نتطرقوا لهم أكثر معناها لي باساج à niveau هاذوما كيفاش يخدموا، أما ما يخدموش بانونس، معناها ما فيهمش دي بيدال دانونس لي باساج à niveau هاذو. باهي، هاذوما بالنسبة للميكانيزم à équilibre indifférent، والتيب دو ميكانيزم هذا مش موجود في تونس. باهي، عندنا التيب الثاني اللي هما لي ميكانيزم تيب سورتي. لي ميكانيزم تيب سورتي هاذوما نستعملوهم في لي باساج à niveau SAL 4. شنو هو الباساج à niveau SAL 4؟ الباساج à niveau SAL 4 هو الباساج à niveau اللي فيه 4 باريير، مش 4 باريير هكا هو، مش 4 باريير، يعني 4 باريير ويسكر لي دو سونس دو سيركولاسيون، خاطر ثما دي باساج فوق 4 باريير اما يسكروا كان سونس واحد دو سيركولاسيون. خاطر تلقى مثال الطريق تلقاه في كل سونس، مثال يبدا دوبل الطريق، بيان سور يبدا عندك 4 باريير، لكن لي 4 باريير يسكروا سونس واحد دو سيركولاسيون. هاوش فيديو نتاع باساج فوق اس ال 4، هذا فيديو نتاع باساج فوق اس ال 4. الباساج فوق اس ال 4 هو باساج فوق يسكر لي دو سونس دو سيركولاسيون. هذا الميكانيزم الاول هذا يتسمى اونتري، هذا تنشوفوه من بعد. وهذا هو السورتي، السورتي هو اللي يهبط من بعد. ها، سورتي هذا هو السورتي، هذا من هنا وهذا من هنا، هذوما يتسموا دي ميكانيزم تيب سورتي، هذا اللي يتسكروا في هذا اللي يتسكروا في الاخر. ريتو يتسكر من الاخر بالعاني باش ما كان تبدا ثم كرهبه مازال تنجم تزيد تخرج، باش ما معناها ما تبداش معناها تتحجز في وسط الحوزه. دوكو هذم تيب سورتي. باهي، يقول القائل يعني في التيب سورتي شنو يعني علاش معناها ما نستعملوش مشيرتين نفس النوع نتاع الميكانيزم؟ علاش يعني فما هنا اونتري وهنا سورتي؟ بالطبيعه باش يقول القائل ما يهبطوش فرد وقت، متفاهمين فيه، يتسكر من الاول لونتري بعد تتسكر السورتي، فهمني؟ ميكانيزم تيب سورتي ماهيش حكايه وقت، يعني هما الحاجه اللي تخلينا نفرقوا بين الميكانيزم تيب سورتي والميكانيزم تيب اونتري ماهاش الوقت، مش حكايه، مش خاطر هذا يهبط قبل وهذا يهبط من بعد دوكو هذا يتسمى ميكانيزم تيب سورتي. لا، الميكانيزم تيب سورتي فيه خاصيه انه كي يتقص عليه الضوء، مهما كان السبب تقص عليه الضوء، بان، فوزيبل تحرق، كابل تسرق، كي يقص عليه الضوء الميكانيزم تيب سورتي وحده في وحده يعاود يطلع، يعني وحده في وحده، وحده في وحده البارير. الميكانيزم تيب سورتي فيه خاصية إنه كي يقص الضوء وحده في وحده يطلع، معناها إحنا تصوروا هكا مثلًا قص الضوء وحده في وحده يطلع بالعاني باش ما يحجزش كراهب في الحوزة. أبسط مثال تصوروا كرهبة متعدية مثلًا، ولا فما امبوتياج كراهب وكل شيء، وفي نفس الوقت الفيوزيبل نتاع الميكانيزم تحرق، يجيش منه باش نسكروا الكياس على الكراهب، اختار خاطر باش نحجزوا الكراهب في وسط الحوزة. دوكو الميكانيزم هذا كي يقص عليه الضوء البارير تطلع. بعد عندنا التيب اونتري اللي هو عكسه تماما، كي يقص الضوء التيب اونتري بالعكس،
كي يقص الضوء يسكر الكياس، يعني هنا تو الضوء ماهوش مقصوص معناها قاعد يخدم عادي، لكن نحكيو بصفة عامة التيب أونتري كي يتقص عليه الضوء وحده في وحده الكوبل نتاع البارير يغلب الكوبل دو رابيل، هذا وين الكونتر بوا هذا يتسمى كوبل دو رابيل. وعلى فكرة التصويرة هذه في تونس. علاش خاطر نسيت ما قلت لكمش اللي تيب سورتي ماهوش موجود في تونس، لكن لونتري موجود بكثرة زاد في تونس. كي يقص عليه الضوء البارير يهبط، على هذاك ساعات نلقاو ساعات يبدا الضوء طافي وما فماش ناقوس، معناتها يبدا الضوء طافي كلش ويبداو لي بارير هابطين، ولا تبدا بارير برك هابطه، هذيك بارير هابطه واحده تبدا ساعات هابطه والاخرى مثال مش الاخرى تبدا مهزوزه، ولا يبداو زوز هابطين. كي تلقاو هكاك معناها اعرف راهو الميكانيزم ما عادش وصل له الضوء، معناتها نشوفوا ثم ديسبوزيتيف دو مانتيان هذاك ما عادش وصل له الضوء. بصفه عامه هذيك المشكله، معناها لي باساج انفو تيب لي ميكانيزم تيب اونتري كي تقص عليهم الضوء البارير يهبط. باهي معناها في الهبوط ما يستحق، معناها في الهبوط كي تقص الضوء الهبوط يصير بطريقه وحده. او هذا زاد تصويره اخرى نتاع ميكانيزم تيب اونتري في تونس، هذا محايد اخرين تيب اونتري كي نقولوا ils sont soumis à un couple de fermeture، يعني كي يقص عليهم الضوء وحده في وحده البارير يهبط. هنا نجم نشوفوا الكونتر بوا، هنا هو الكونتر بوا، هنا هو نشوفوا طرف منه الكونتر بوا. هذا الكونتر بوا يعطي كوبل دو رابيل كيما قلنا لي ميكانيزم هذم الكوبل نتاع البارير فيهم اقوى من الكوبل نتاع الرابيل، يعني يتقص الضوء البارير تهبط. وبعد عندنا اكثر نوع نتاع ميكانيزم مستعمل في فرنسا، ونتصور زاد راهو في تونس نفس الشيء، راهو زاد هو اكثر نوع نتاع ميكانيزم مستعمل اللي هو التيب نورمال. التيب نورمال كيف التيب اونتري كي يتقص الضوء البارير يهبط، يتقص الضوء البارير يهبط. يقول القائل ما شنو الفرق بينه وبين لونتري؟ الفرق الوحيد انه الميكانيزم تيب اونتري زايد الديسبوزيتيف هذا، الديسبوزيتيف هذا اللي هو يتسمى ديسبوزيتيف مع لوفيي مع موتور. معناه يقول القائل شنو معناه شنو هذا اللوفيي مع موتور؟ هما لي دو ميكانيزم كي بعضهم، لونتري والنورمال كي بعضهم، جوست لونتري زايد هذا لوفيي مع موتور. لوفيي مع موتور هو ستان لوفيي هاكا هنا نجمو نراوه الى كادناسي، هو ستان لوفيي كي يتحل يسوفي نعملو هاكا نحطوه على البوزيسيون اوفرتور. او هنا هذا شو اسمه ميكانيزم تيب اونتري في تونس، ها هو اللوفيي منحي. نجمو نراو ان فيت ثم لوريفيس هذا اللي يظهر، لوريفيس هذا لوريفيس الكبير هذا، لوريفيس هذا يخلينا ان فيت اون انترودوي مانيفيل، يعني كل بيدال كيما حاجه تشبه اللوفيك اللي ندوروا به الستور. يولي الميكانيزم ينجم يتهز بطريقه معناها يجي مثلا ان اجون هو يطلع الميكانيزم، بيان سور هذوما نستعملهم كان في دي سيتوياسيون يعني بارتيكولير ماهوش فونكسيونمون نورمال. وكيما قلنا في تروا بوزيسيون اللوفي هذا، في بوزيسيون اوفرتور كيما قلنا كي نحطوا اوفرتور لوريفيس هذا يتعرى دوكو تولي تنجم مانيفيل تدخل. سينون فيرمتور، الفيرمتور تصير وحدها كيما قلنا ان فيت الفيرمتور تو سامبلومون كي باش تحط فيرمتور باش يتسيب البارير، باش يتسيب يهبط وحده. وموتور، وديما كادناسي موتور خاطر كادناس الموتور هذاك الفونكسيونمون يعني اوتوماتيك عادي. هذاك الفرق بيناتهم. نعاودوا نلخصوا اربع انواع نتاع ميكانيزم ايكيليبر انديفيرون مش موجود في تونس. هذا ميكانيزم تيب سورتي موجود في الباساج فو اس ال 4، يعني الباساج فو اللي يسكروا لي دو سونس دو سيركيلاسيون كيف هذا مش موجود في بلادنا. وبعد عندنا اللي موجودين بكثره سواء في بلادنا ولا حتى في فرنسا، النورمال والونتري هما اللي يمثلوا معناها، يعني هما اللي يمثلوا الغالبيه يعني. وعلى ذلك في ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نتعمقوا في الفونكسيونمون تاع النورمال، معناها اسمع على مسمى النورمال هذاك العادي، يعني ميكانيزم نورمال تيب نورمال كي تقص عليه الضوء يهبط. وعندنا لونتري اللي هما الزوز كي بعضهم جوست الميكانيزم تيب نورمال تيب اونتري زايد هذا اللوفيي مع موتور، هذاك الفرق الوحيد. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.